انجليزي ماده مش صعبه، ولكن الفكره لازم تبقى ذكي وانت بتتعامل معاها. لازم تبقى ذكي عشان تلمها، عشان تبقى شاطر فيه. واللغات عشان تبقى شاطر فيها لازم تذاكرها بطريقه اسمها طريقه التكرار المتباعد، اسمها طريقه السبيس ريبيتيشن. الطلاب اللي اشتغلوا معانا في اولى وثانيه عارفين الطريقه دي، عارفين السحر اللي بيحصل في الطريقه دي. يعني ايه؟ يعني ممنوع يا قلبي اكون منزله لك محاضره انجليزي، المحاضره توتال 5 ساعات. هتقول لي يا مس ماي المحاضره 5 ساعات مش كتير شويه يا مس ماي؟ اقول لك لا يا حبيبي اهدى. ما هو ال5 ساعات دول انا هشتغل معاك مثلا ساعه كلمات، حلو، وهشتغل معاك ساعه ونص مثلا جرامر، حلو، وهشتغل معاك ساعه سكيلز، جميل. طيب وعندك مثلا تراكمي او قصه كمان ساعه، حلو. طيب يبقى انا عندي كام كده لحد دلوقتي؟ اهو 4 ساعات حتى الان، الى جانب ان احنا ممكن كمان نحط ساعه زياده في حل الواجب، في الحل. فهتلاقي الحصه جمعت معاك وقت طويل. طب هل منطقي ان انت تقعد تتفرج على ال5 ساعات دول مره واحده؟ هتقولي لا يا مس مي، طب ما تخفي علينا شويه في المحاضرات، يعني لازم حصه 5 ساعات عشان اشتغل معاك كل الاقسام بما يرضي الله، احفظك كلمات، انا بحفظك كلمات وتقعد تحفظ معاك كلمات، واذاكر معاك السكيلز واحفظها لك، واحل معاك تراكمي وسكيلز، واحل معاك على الكلمات والجرامر. انا محتاجه ما لا يقل عن 5 ساعات. فمش طبيعي تقعد تتفرج ال5 ساعات دول في مره واحده وتقعد بقيه الاسبوع زيرو انجلش. يعني المحاضره نزلت يوم الاربعاء وانت قعدت ال5 ساعات خلصتها يوم الخميس، وبقيه الاسبوع قاعد ما فيش انجليزي. غلط غلط غلط. فما ينفعش تذاكرهم في يوم واحد. فعشان كده لازم تعتمد نظام ايه؟ نظام التكرار المتباعد. يعني ايه؟ يعني لازم تتقسم على اكتر من يوم.